تاكسي السيارة الأجرة في مصر قصة طويلة تبدأ مع بدايات القرن الماضي، حيث ظهرت الأجرة أو سيارات الأجرة تحديدا في عام 1900. كانت سيارات التاكسي الأولى من ماركة ديوان بوتين، ولم يكن المحرك سوى سلندر واحد، بل السيارة أصلا ما كانش في حاجة البنزين، كانت شغالة ببطارية. اه والله زي ما بقول لحضرتك كده. وأعداد السيارات في الفترة دي أو خلال الأعوام التالية لم تتجاوز عدد صوابع الإيد، يعني بلغت حوالي التكوسة اللي كانت موجودة في الفترة دي في القاهرة كلها يعني تقريبا في عام 1907 حوالي 8 سيارات فقط. وكانت كل السيارات دي بتقف في ميدان اسمه ميدان الأوبرا طبعا، وكان اللي بيركبها بس من الكبار والأعيان والأغنياء فقط. على فكرة كانوا بيركبوها للنزهة والمنظرة، مش رايحين يقضوا مصلحة ولا حاجة، يعني جايين يتمشوا. وكانت السيارات التاكس في الوقت ده مملوكة للأجانب، وهم السادة ميشي وشارلور وكامون. خلال تلك الفترة كان أول جراج القاهرة كلها عرفته كان مكان سينما لوفري في وسط البلد. وظل أعداد التكوسة في تزايد، كان كل شوية بيزيد في العاصمة، حتى وصل عدد التاكسيات في الفترة دي في العاصمة حوالي 30 سيارة. الكلام ده في سنة كام؟ 1919. ومعظمهم من ماركات بوبون تاكس، وكانت تلك السيارة المملوكة لأحد الأجانب يدعى جوزيف. وخلال تلك الفترة أنشأ أول موقف للأجرة في ميدان الأوبرا سنة 1919. كانت في دول لسه ما اتعملتش ومحدش فكر فيها، يعني احنا كنا عملنا مواقف وعملنا حاجات قد كده وبنينا وهدينا، وكان في ناس لسه محدش فكر فيها أصلا. وكان زمان كان غير مسموح لأي سيارة تعمل مبيت في الجراج مغلق، بل كان المكان يكون مفتوح في الميدان، حيث يتم ترك السائق للسيارة ويبات في البيت عادي، ويجي الصبح يكمل شغله يجدها جديدة، يعني بتتروق بقى وتنظف. فالسيارات زمان كانت يعني دايما كانوا بيقولوا ثقيلة الوزن، يعني بشكل تجعلها صعب ان هي تتسرق، مستحيل. وقالوا زمان ان كانت السياره كانت من اخطر فنون، ان انت تقيد سياره دي كانت من اخطر الحاجات اللي تعملها، وكان فيها ليها فن معين، ومش اي حد كان يقدر يسوق. وعلى مقربة من سيارة التاكسي في ميدان الأوبرا كان هناك موقف كان اسمه إيه؟ موقف الحمير. وظل الناس يعتمدون عليه في التنقل لفترة، وكان أصحاب تلك الحمير ينظرون إلى السيارات التاكسي على إنها يعني دخلت بقى سرعان ما دخلت، وكان يعني زعلانين إن هم في خطر عليهم وعلى مستقبل يعني الحمير أو وسيلة النقل اللي موجودة معاهم. وظلت الفكرة تتطور حتى الآن تظل عربية التاكسي موجودة. يعني احنا لما ظهر التاكس وبدأنا نركبه واشتغلنا بالتاكس، كان لسه أصلا في دول محدش يعرف اسمها على الخريطة. مساء الفل.